نرجع مرة تانية مشاهدينا، زي ما شفتم ان دايما في هوس بموضوع التصوير، ويمكن من ضمن المجالات الجديدة او الموضة الجديدة هي السيلفي. يعني احنا فقرتنا النهاردة اسمها شباب اونلاين، هيكون معنا اول مخرج سيلفي وهنعرف منه ايه الفكرة وليه بدأ ان هو يبتكر في هذا المجال، وهو المخرج عمر زكريا، وهو مخرج مونتير مصور ممثل كل حاجة، يعني سيلفي في كل حاجه. اهلا بيك يا عمر. اهلا بحضرتك. احكي لنا بقى بفكره السيلفي، وليه الناس عندها الهوس الفظيع بالسيلفي ده؟ يعني طول النهار الاقي ناس مثلا بتجيب بالموبايل تقعد تصور نفسها سيلفي، وكمان جابوا البتاع اللي هو الجهاز الطويل ده اللي عشان خاطر يعرفوا يعني يكونوا متمكنين، ما يكونش فيه مثلا هزه في الصوره. تمام. طيب الاول كل سنه وانتم طيبين. انت طيب. وسنه سعيده علينا كلنا وعلى مصر بخير، وان شاء الله السنه دي يعني نحقق فيها كل اللي اتمناه وكل اللي احنا عايزينه باذن الله. موضوع السيلفي، طبعا السيلفي ده هوس الشباب دلوقتي يعني، وطبعا مع التطور والستيك العصايه وكده. فهو الفكره ان انا بعمل افلام من 2012، ما كانش فيه لسه. بس كانت سيلفي؟ كانت سيلفي، ما كانش فيه لسه موضوع السيلفي ولا نسمع عنه يعني. هو لسه هو مين اللي سماه من سنه تقريبا. مين اللي سماه اطلق عليه سيلفي ده؟ هو بقت حاجه عالميه بقى يعني، بقت حاجه يعني بدل ما عشان بعملها بنفسي فخلاص بدل ما استعين لحد وكده بصور نفسي. فانا بعمل افلام سيلفي اللي هي ماي سيلفي نفسي. ان انا مش بس بصور سيلفي، انا بعمل كل حاجه بنفسي. التمثيل، الاخراج، المونتاج، الانتاج، القصه وبحط الكاميرا قدامي وبدخل في الكادر اتصور وارجع اشوفها تاني، ولو محتاجه تتعاد بعيدها. يعني شغلانه يعني. بياخد منك وقت قد ايه تقريبا الموضوع ده؟ يعني انت عملت افلام قصيره مش كده؟ وشاركت فيها في مهرجانات بيها في مهرجانات، وبتهيألي يعني لما دخلت المهرجان ما كانش فيه افلام تانية سيلفي. لا لا، يعني تقريبا كنت انا اللي عملت الموضوع ده. هو يعني اللي انا بعمله مونودراما. اللي هو شخص واحد بيوصل رساله الفيلم للمشاهد او للجمهور. عملت الافلام وشاركت بيها في كذا مهرجان وكده، واخدت مركز اول اسكندريه في مهرجان ابداع 2، كان 2014 طبعا السنه اللي فاتت. وشاركت في كذا مهرجان دولي وكده، واخدت شهاده تقدير وحاجات زي كده. بس هو الموضوع اصلا جه معايا من حوالي 5 سنين كده، ان انا يعني كنت عايز اعمل افلام، وهقول بعد كده ليه. يعني اصلا جات لي فكره الافلام، فكلمت ناس صحابي قلت لهم في فكره فيلم عايز اعملها. صحابي دول بيعملوا فيديوهات كوميدي على اليوتيوب وكده، بيمثلوا يعني. فكلمتهم قلت لهم عايز اعمل فكره وكده، فقالوا لي يعني رفضوا، قالوا لي لا، لان انت في بدايه حياتك ما فيش حد مؤمن بيك، ما فيش حد مؤمن بافكارك برسالتك، انت عايز تعمل ايه، عايز توصل ايه. فمن هنا بقى، ولا احنا ما بتقدرش نوصل فكرتنا او كلامنا بشكل ان هو الناس تستوعبه؟ يمكن انت بتكون متحمس زياده، بتتكلم كلام كتير جدا جدا، فالناس مش بتحس ان هي فاهمه. والله ممكن برضه، ممكن يعني ما عرفتش مثلا اوصل وكده، بس هو الكلام كان واضح يعني. انا قلت لهم انا عايز اعمل حاجه يعني، وعايز اعمل فيلم واخرجه وكده، وعندي رؤيه عايز اوصلها وعايز اوصل رساله كويسه يعني. بس فهم قالوا لك لا، يعني قالوا لا يعني انت ممكن توقعنا، مش عارفين شغلك هيبقى عامل ازاي، رؤيتك عامله ازاي. محدش عنده الاستعداد ان هو يتحمل يعني التجربه لا يعني. خالص، وكله خاف يعني. فمن هنا بقى جات لي الفكره، قلت خلاص بقى انا يعني على 2012 بقى قلت انا مش هستعين بحد، عندي طاقه ما او شحنه وعايز اعمل حاجه وجوايا رساله عايز اوصلها وفكره. فخلاص بقى، وكل ما اكلم حد يقول لك لا وكده. فقلت خلاص انا هشتغل لوحدي. انت محبط. فعلا. قلت لا انا هعمل كل حاجه بنفسي. بالظبط. يعني عايز اشتغل. فبدات بقى اعمل فيلم بابسط حاجه معايا وباقل الامكانيات. عملت فيلم اسمه لحظه غضب، كان مدته 5 دقائق. كنت عامل فيها شخصيتين توأم في الفيلم، واحد كويس وواحد معاق ذهنيا. وانا كنت قاصد طبعا ومركز قوي ان انا اتكلم على الناس دول، لان الناس دي انا اتعاملت معاها وناس بجد كويسين جدا واحسن من اي حد. هم الفكره ان هم ما بيعرفوش يعبروا عن اللي جواهم، ما بيعرفوش يحكوا ازاي. بس فعملت الفيلم عن التوأم وكده، عن المعاق ذهنيا. هو فكرته يعني كان الكويس جاب زي دولاب للبيت وكده، وبعدين اخوه المعاق دخل شخبطه عليه، فالتاني ضربه واتضايق، وبعد كده زعل ان ضربه، بالاخص ان والدته كانت موصيه عليه قبل ما تموت. وبعد كده راح يمسح اللي هو كتبه او بيقرب من الشخبطه دي، لقى ان اخوه كان كاتب له مبروك يا اخويا. هو قد ايه كان بيحاول يعبر له عن اللي جواه ويبارك له ويهنيه، بس بطريقته باسلوبه. بس ومن هنا برضو كنت بوصل رساله، بلاش سوء الظن، بلاش التسرع، بلاش الغضب.
عايزين نسمع بعض، نسامح بعض، ندي فرصه لقدامي. طب يمكن انت هو دي شايف الحاجه ان ليا. الشباب عنده قدره ان هو يعني يسامح بعضه، وان هو عنده فرصه ان هو يعني يسمع بعضه؟ والله يعني دلوقتي اصل الموضوع بقى ضيق قوي، وبقينا في عصر السرعه، وكل واحد عايز يقول رايه، ورايه هو لازم يتنفذ وهو اللي يتسمع. فمن هنا انا حبيت اتكلم متسلطين يعني شويه؟ يعني وان كل واحد عايز يعني متمسك برايه، انا الصح وكده. فيعني اسمعني، اديني فرصه، يمكن انا عايز اقول حاجه ممكن تفيدك، ممكن انت تقتنع بيها. هل يا عمر انت فكره الافلام ان انت بتعبر عن نفسك وبتعمل كل حاجه بنفسك، هو ده كان الهدف؟ ان انت حاسس ان محدش بيسمعك، حاسس ان انت اللي انت عايز تقوله لا انا هعمله بطريقتي وانا هقول وهفرضه عليكم؟ هو ده حقيقي، لان كمان الفيلم بيبقى شبه صاحبه، شبه المخرج، شبه مخرجه. فيمكن انا معظم الافلام اللي بعملها افلام حزينه مؤثره قوي، افلام تراجيدي جدا، لان انا جوايا فعلا جوايا يعني شبه حزن، ظلم، فبطلع كل ده من خلال الافلام. ففيلم شبهي. وكل الافلام يعني كده. الافلام مدتها بتكون قد ايه تقريبا؟ يعني لحظه الغضب كان 5 دقائق في 2013. كله غضب كده؟ مفيش حاجه سعاده خالص؟ يعني ما فكرتش اعمل حاجه بصراحه كوميديه، لان انا بعمل الحاجه اللي انا حاسسها. فلو حاجه انا حاسسها وجات لي من جوه كده زي تكه او اشاره جوايا ان انا دي، خلاص احنا عندي جديد بقى، يمكن المره الجايه تعمل حاجه فيها سعاده شويه. احاول والله، بس اهم حاجه ان انا اكون حاسس بالحاجه، وتبقى طالعه من قلبي عشان توصل قلوب الناس وتوصل للناس بجد. طيب قول لي انت لما بتخلص الفيلم ده، انت بتبدا ان انت تراسل مثلا مهرجانات ولا بتعمل ايه؟ يعني انت بتوصل لده ازاي؟ تمام. هو الفيلم طبعا يعني ببدا احضر السيناريو والسكريبت وكده، وهشتغل ازاي، وبكتب طبعا السيناريو، وبعدين التصوير بصور في يوم. وعايز كمان اقول حاجه، ان انا بستعين بوالدتي، يعني لما يكون في مشاهد فيها حركه او كده او كادرات محتاجه حركه بستعين بوالدتي بصراحه. يعني ببهدلها اليوم ده، يعني خدي بقى اجازه من شغلك وامسكي الكاميرا وصوري كذا واعملي كده. واول فيلمين صورتهم بكاميرا موبايل كمان، اللي هو بابسط حاجه انا هشتغل. والفيلم الثالث كان كاميرا ديجيتال. فانا بصور في يوم، والمونتاج بياخد مني بتاع 3 شهور وكده. او اي نعم المده طويله شويه، بس على قد يعني انا شغال لوحدي وكده. طب اول حاجه انت لما يعني انت اولا دراستك سياحه وفنادق، حاجه مالهاش علاقه خالص بالسينما او يعني التصوير او المونتاج. ايه اللي خلاك تتجه لده، وليه ما اتجهتش يعني موضوع السياحه وان انت تهتم بالمجال اللي انت درسته؟ والله انا دخلت السياحه لان انا حاببها، وبالاخص ان انا كنت حابب ان انا يعني دايما بحب اعمل مثلا اكل او اطبخ او ابتكر في حاجه في المطبخ او كده. فيلم سيلفي بقى عن المطبخ؟ عن اكلات انت عملتها؟ لا ما فكرتش فيها بصراحه. ما هي فكره جديده يا شفت. صح فعلا، بس ما حسيتهاش ان انا اعملها وكده، بس ممكن بعد كده يعني اعملها. بس عشان كده دخلت مجال السياحه. وبعد كده طبعا حسيت ان انا يعني جالي وقت ما بقى كده، حسيت ان انا جوايا طاقه وعايز اعمل حاجه وكده، فقلت دي هطلعها بالافلام. مش هينفع تطلع طبعا في مجال السياحه او كده، يعني ده المنهج العلمي ده. مين بقى راي اصحابك بقى القريبين، كان ايه تعليقهم على اول فيلم شافوه ليك؟ والله كان موضوع جديد، ان انت يعني لوحدك ومش شايفين غيرك، وانا كنت خايف جدا من الحته دي. ان طول الفيلم انت مش شايفين غير عمر بس، سواء حتى لو عمل شخصيتين او كده، بس هو عمر في النهايه. بس مش عايزين يقولوا لك كده. لا هو ما حدش زهق، يعني انا بعد كده، انا في الاول كنت خايف، لقيت بعد كده الناس انبسطت من الموضوع وفكره جديده وكده، فحبت الموضوع يعني، وقالوا لي طبعا كمل وكده. لان انا طبعا الفيلم بنزله، انا بعمل افلام مستقله، فالفيلم المستقل بيتعرض على النت وكده، فانا النطاق الموجود قدامي هو اليوتيوب والنت، وبرفع على الفيس وكده. يعني انت شايف ان موضوع الشباب ان هو يتعايش او ان هو يكون ابتكاره او فكرته توصل من خلال الانترنت اسهل بكتير من ان هو يتواصل مع اصحابه يعني فيس تو فيس؟ ما هو الاثنين بقى، يعني النت واصحابك وكده، تبعت لده تكلم ده وتسمع رايهم. طب رايك ايه؟ طب ايه الانتقادات؟ لو في نقد او كده شاركني. كان ايه نوعيه النقد اللي انت سمعته؟ وايه يعني المدح والنقد عايزين نعرفهم الاثنين؟ طيب هو انا طبعا يعني انا عايز اقول كمان في اخر فيلم انا عملته جالي تعليق، وانا يعني عايز اتكلم عليه النهارده. جات لي تعليق من صديقه على الفيس، قالت لي هو الفيلم اخر فيلم اسمه غير متاح، فبيتكلم عن الام وكده يعني، والام في الاخر بتموت وحاجات كده. فجات لي تعليق، زميله قالت لي انا شفت الفيلم وما عداش اقل من 5 دقايق وسمعت نفس الخبر ووالدتها ماتت. فقد ايه في مين بقى؟ فهو اصلا الموضوع كمان اثر فيا جدا بشكل رهيب. طبعا انها شافت حاجه او شافت الواقع
وحصل لها بعد كده في خلال 5 دقائق سمعت خبر مش والدتها. تعمل افلام من النوع ده تاني بجد والله. كان موضوع مؤلم جدا يعني. طبعا النقد اللي جالي وكده للناس اللي فاهمه طبعا، فكانت كانت يعني ايه، اشتكت من كان في مشاكل في الكادرات، كان في مشاكل مثلا في الاضاءه في بعض المشاهد. طب انت في الحاله دي انت يعني كتقنيات مثلا كمونتاج او كتصوير او اضاءه، انت بتحاول ان انت تعلم نفسك ازاي؟ يعني انت مش دارس لده وعامله هوايه وبدات ان انت تشارك في المهرجانات، بتنمي يعني نفسك ازاي وموهبتك في المجال ده ازاي؟ تمام. هو اولا انا درست تصوير مع مدير التصوير استاذ سعيد شيمي. خدت كورس كده ورشه تصوير، ودرست عن طريق النت بقى بعض المواقع وكده، درست وشفت قريت يعني ايه يعني تخصصت يعني بس مش بشكل مباشر، يعني انت بدات ان انت تنمي موهبتك او قدراتك في المجال ده من خلال الانترنت، من خلال يعني انت وجودك الشخصيه. بالظبط. الانترنت والكلام ده. وكان عندنا في مكتبه اسكندريه كان في ندوات كانت بتدعمها المكتبه يعني، فحضرتها تقريبا كلها. كانت دروس عن المونتاج والتصوير، السيناريو، الاخراج، فحضرتها يعني. بس فمن هنا بقى فبحاول اطلع اللي جوايا. اكيد طبعا في اخطاء في مشاكل او غلطات وكده، ولكن تعمل ايه بقى في الاخطاء دي؟ هل بترجع تعالج الفيلم ولا بتحاول ان انت تعدلها في الفيلم الجديد؟ لا خلاص هو نزل، خلاص هو كده. فاللي جاي بقى بحاول اخلي بالي يعني. وكمان كان في برضه مشكله ان انا عشان كنت مصور بتليفون وكده، فالاضاءه كانت مش قد كده، المشهد ضلمه شويه او كده. ففي الفيلم الثالث بقى استعملت كاميرا وكده، اجرت يعني، جبت كاميرا وبدات اشتغل بيها وكده. انت حابب ان انت تكون مثلا مخرج على مستوى عالمي فيما بعد؟ يعني انت بتتمنى ده، ولا انت شايف ان انت قدراتك في السيلفي وخلاص على كده؟ لا ناوي طبعا يعني، او شايف ان شاء الله يعني، او يعني انت موهوب بما انك يعني شاركت في مهرجانات وفعلا يعني حصلت على جوائز، فده معناه ان انت موهوب. بس هتنمي ازاي يعني هتنمي نافسك ازاي يعني فيما بعد، ان انت عايز تكون على مستوى عالمي؟ اعتقد ان هو بيحتاج دراسه، بيحتاج ان انت تقرا اكتر شويه، تشوف افلام مثلا مخرجين عالميين، طريقه التصوير ممكن تكون ازاي، يعني بتهيألي كده يعني. هو محتاج طبعا دراسه، لان لو في موهبه على حد يقول للناس لازم تثقل بالدراسه وورش وكده، وقرايه طبعا كتير جدا، واتفرج على افلام وافلام اجنبي وحاجات كده. يعني بس يعني ان شاء الله اخلص حتى بس الكليه، وابدا بعد كده خلاص يعني اركز بقى على الافلام وكده. لان انا بعمل كل ده ليه؟ انا عايز في النهايه اعمل في الاخر فيلم روائي طويل، فيلم سينمائي، فيلم روائي طويل. طيب فيلم سينما، فيلم ينزل على يعني للعالم كله، فيلم سينما. صحيح. واوصل فيه برضه فكرتي، واوصل الرساله وكده، واعمل حاجه يعني. طب انت بما انك متفوق في هذا المجال، متفوق في حياتك الدراسيه؟ والله يعني طبعا اكيد الموضوع ده بيضيع شويه من ما انا بقول يعني دايما بحس ان الشباب يمكن اهتمامهم صحيح بيحبوا ان هم يدرسوا ويحبوا ان هم يتعلموا، لكن تحس ان هم حاجات الانترنت، وان هو يعمل مثلا فيلم، او ان هو يشارك يعني يقعد يعني تفولو اب اصحابه مثلا على الموبايلات، والحاجات دي بتاخد وقت كبير قوي منكم. فعلا. ليه؟ مجهود وبعدين انت جواك حاجه شغلاك، فانت عايز تعملها. ايه اللي شغلك بقى؟ انا عايز اعرف ايه اللي شغلك. والله حاليا دلوقتي الافلام طبعا وكده، وبحضر لسيناريو جديد، وداخل فيلم جديد ان شاء الله يعني، برضه هينزل على النت، وهشارك بيه برضه في المهرجانات يعني. بس وان شاء الله يبقى كويس يعني، فبحضر عليه دلوقتي يعني. بس فدلوقتي طبعا كل اللي شغالني الافلام وكده والاخراج، وبسعى للموضوع ده. انت يعني شاركت في مهرجان القاهره السينمائي اللي فات ده؟ تمام. طب حلو. انا شاركت في مهرجان القاهره، برنامج سينما الغد ضمن فعاليات مهرجان القاهره السينمائي. والفيلم اتعرض في معهد السينما طبعا، مع الدكاتره طبعا، وعميده المعهد طبعا استاذه غاده جباره. والنقد طبعا اللي جاي بينتقدوك، وانت بتدون يعني التعليقات او الانتقادات اللي هم بيقولوها دي، بتدونها بحيث ان انت تستفيد منها في العمل الجديد. طبعا لان انا عايز افهم، عايز اعرف انا غلطت في ايه، مشاكلي في ايه، واصلحها بعد كده. ومش بزعل طبعا من اي نقد، بالعكس يعني. كويس قوي ان انت عندك الروح دي، مش كل الناس كده يعني، في ناس مش بتتقبل فكره النقد، خصوصا الشباب يعني. ما هي اصلها مهمه يعني، طالما انت فعلا غاوي وعايز تعرف الصح ايه والغلط ايه، وعايز تفهم عشان تخلي بالك بعد كده، يبقى هتسمع يعني. انا حتى بعد كده يعني، انا عرضت فيلم في كذا مكان، وفي كذا مركز ثقافي، وفي مركز الثقافه السينمائيه، وفي مهرجان ابداع، وفي مركز ابداع. تعمل بقى الدعايه لنفسك من الكليه واصحابك.
يعني لا طبعا، لا والله، بس يعني هم الناس يعني حتى بيشجعوني والله، واصدقائي حتى في الكليه وكده بيشجعوك. فلما بعرض فيلم او كده يعني بخلي الناس طبعا يعني حتى لو العرض بيخلص على كده بقول لهم لا استنوا، يعني انا عايز اسمعكم. فبطلع واديهم فرصه، يعني قول يعني بتعمل زي مثلا يعني زي مناقشه كده مع اصحابك، واللي شاف الفيلم ايه انتقاداتكم وايه رايكم، عايز يعني ندوه. بتحب تسمع يعني. عايز اعرف انا غلطت في ايه رايكم، الرساله وصلت كويس ولا لا، ولا كان فيها مشاكل. يعني عايز اعرف الصح ايه والغلط ايه. عايز افهم بس. فدي فيا يعني، انا على طول بعمل كده يعني لو في عرض. بس فانا شاركت بقى في كذا مهرجان وكده زي ما قلت، ومهرجان ابداع، وشاركت في كذا مهرجان دولي وكده. كنت عايز اقول برضو في معهد السينما كان في ايجابيات وكان في سلبيات. يعني الايجابيات طبعا ان انت كنت عامل كل ده لوحدك ازاي، يعني السيناريو والاخراج وكده كل حاجه في دماغك، فازاي عملت كده. والسلبيات طبعا انت ما ينفعش تشتغل لوحدك. يعني السينما مش عايزه واحد لوحده طبعا، عايزه قصه عمل، وعايزه عايزه ليه يا عمر ما عندناش حكايه التيم وورك دي مع شباب؟ يعني في ناس بيبقى عندها الاستعداد وفي ناس لا. ليه؟ هو انا بالنسبه لي يعني انا مش هتكلم عن حد، بس انا بالنسبه لي لان انا ما لقيتش حد قدامي، فانا اتحطيت في المكان ده لظروف معينه حطيتني في الخانه دي. بس انا كنت عايز اقول برضه حاجه، ان انا من حوالي 5 سنين فكره اصلا الافلام جات لي ان انا اتعرضت في الفتره دي لمشاكل كتير قوي وظروف، وحسيت انه ده اقصى يعني او احسن طريقه ان انت تعبر عن نفسك. خلاص ان انا عايز اعمل حاجه، وعايز اطلع اللي جوايا واوصل رساله. بالاخص ان انا كمان يعني في الفتره دي برضه حصل لي حوادث وكده، يعني كان يعني كذا حوادث ورا بعض. فحسيت ان انا خلاص مثلا هموت او كده، فقلت انا مش عايز ادخل الدنيا واطلع. ان شاء الله السنه الجايه عايزه اشوفك، بس ما يكونش عندك الحوادث ولا الحاجات اللي انت بتحكي لي عليها دي. لا ان شاء الله لا. يعني جات لي فتره كده ورا بعض، فقلت لا انا مش عايز ادخل الدنيا واطلع منها من غير ما اسيب حاجه واسيب اثر، او اسيب حاجه الناس تفتكرني بيها كمان. تعمل حاجه يعني تذكر ليك ان انت بتدون عملك يعني كده وان اوصل رساله. مش عايز ادخل الدنيا كده خلاص، عايز اوصل رساله، اسيب حاجه، يعني اعمل حاجه صح. فقلت خلاص انا هعمل افلام واوصل رساله على قد طبعا للجمهور، للمجتمع، للشباب، لينا يعني. طب خلينا بقى نتكلم يعني في اخر وقت سريع كده عن دراستك وارتباطها بالافلام. يعني انت بتدرس سياحه، وبتهيألي ان ممكن تكون عامل مفيد جدا لمصر، ويكون عندك مثلا افلام ممكن ليها علاقه بالسياحه، المناطق السياحيه اللي موجوده في مصر، بتهيألي كده. ما انا دايما ان شاء الله بعد كده كمان عايز اعمل فيلم تسجيلي عن المعالم السياحيه وعن مصر وكده، ويعني احاول ارجع شويه فكره السياحه. طريقه السيلفي لا مش هتبقى سيلفي بقى، لان هي هتبقى تسجيلي وكده، فهسمع اراء ناس وهسمع مثلا هتستعين بالاخرين. كويس. التجار مثلا يعني في الاقصر كده، في اسوان، المعالم السياحيه يعني. بس واعمل فيلم تسجيلي عن الموضوع ده. فناوي ان شاء الله في حاجات لسه جايه ان شاء الله، في مهرجانات ثانيه جايه. انت شايف ان الفيلم التسجيلي بيحتاج طبيعه مخرج او تصور بشكل مختلف؟ يعني ناس كتيره جدا مش بتقدر تتخيل ان عمليه الفيلم التسجيلي لا ده محتاج تفكير، محتاج ان انا يعني اكتب مثلا سيناريو، هتكلم على حاجات معينه بشكل معين، لان يعني التسجيلي بيحتاج يعني مجهود اكبر شويه. والله هو فعلا الفيلم الروائي مختلف عن التسجيلي، عن الوثائقي. يعني كل واحد له حاجه كده، له تكه، له رؤيه، وله طبعا مخرجه طبعا، يعني بيبقى فاهم هو عايز يعمل ايه هنا. فطبعا التسجيلي مختلف عن الروائي وكده. لان كمان في التسجيلي يعني انت ممكن ما تستعينش بممثلين، بيبقى حاجه انت البطل يعني لا ولا حتى بطل. يعني انت مثلا يعني هي البطل الكاميرا، ان انت ان انت بتحاول تتحرك بيها، توصل بيها لاراء الناس، توصل بيها لحاجه، تتكلم عن حاجه معينه مثلا، عن حاجه بتزرع معينه، عن اكله معينه مثلا، عن معالم سياحيه زي اللي انا عايز اعمله. فكل ده الكاميرا هي اللي بتتحرك يعني. فهو فيلم تسجيلي. انت وعدتني ان شاء الله ان المره الجايه هتكون حاجه مختلفه، وحاجه فيها بهجه وسعاده وفيها تفاؤل وامل. وعد ان شاء الله يا عمر. مش قوي كده يعني، سعيد قوي يعني. ان شاء الله. شكرا ليك عمر زكريا، اول مخرج افلام سيلفي. واعتقد ان كلنا عندنا هوس بموضوع السيلفي ده. عرفنا تفاصيل طبعا من خلال لقائنا مع عمر. بكره ان شاء الله فريق عمل جديد وفقرات جديده والبدايه. كل عام وانتم بخير. غدا ان شاء الله.